السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أحباب والمتابعين الجدد. نورتوا القناة وشرفتونا. نتمنى تكونوا بخير وعلى أحسن حال، وإن شاء الله يومكم يكون مليان خير وراحة. فيديو اليوم جايبتكم في حاجة مميزة وبسيطة في نفس الوقت. جربتها خطوة بخطوة بحب كبير، وحبيت نشاركها معكم باش تستفادوا منها وتكون إضافة حلوة لكم. دائما نحاول نقدم لكم محتوى سهل وواضح وبمكونات متوفرة باش أي واحد يقدر يطبق بلا تعب. قبل ما نبدأ ما تنساوش تدعمونا بلايك وتشاركونا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودعمكم يفرحنا ويخلينا نواصل ونقدم الأفضل إن شاء الله. نخليكم تكتشفوا التفاصيل في الفيديو، نتمنى يعجبكم المحتوى وتستمتعوا معنا للنهاية. يلا نبدأ على بركة الله. في إناء هنا نحطو 3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. نعرفوا بلي راه البرد، خاصنا نخرجوا البيض من قبل من الثلاجة. نزيدو عليهم قرصة ملح، وزيدو نص كاس تاع السكر عادي. هنا الكاطو تاعكم ما غاديش يجي حلو بزاف، فيه غير نص كاس تاع السكر. نعطروها هنايا بالقشور البرتقال ولا الليمون. أنا كي نسكرفجو ندو غير القشرة الفوقانية، ما نلحقوش هذيك القشرة البيضاء باش ما يتبدلش الذوق نتاع الكاطو. نزيدو مغرف صغير على فاني، ومن بعد نجيبو الباتور هنايا نبقاو نضربو نخلطو هادو المكونات حتى يتجانسو، ونشوفو البيض تاعنا ضاعف الحجم. ونزيدو عليهم نص كاس تاع زيت. نبقاو ندخلو غير بشوية، نزيدو غير بشوية بشوية حتى نكملوه. هنا المواد سائلة، رانا درنا المواد السائلة. نروحو نديرو المواد الناشفة. عندنا نص كاس تاع مايزينا، وزوج أكياس تاع الخمارة تاع الكاطو، وزدت شوية فرينة. هنايا تبقاو تنشفو بالفرينة وما تروحوا معاها غير بالعقل باش ما تنشفلكمش، خاطرش العجنة فيها نص كاس مايزينا. غتكون تكثروا بزاف الفرينة رايحة تنشف معكم وتجيكم يابس، يجيكم يابس الكاطو. خاصكم تخلوها شوية برك طرية، وراح من تريح نغطوها هنا وخلوها تريح، راح تحكم روحها العجنة. نجيبو صفار البيض كيما شفتو، زدت عليه مغرف تاع صغيرة تاع لافاني، وزدت عليه شوية تاع زيت. هنا نروحو نجيبو الصينية نفرشو عليها هذا الورق الطهي كما راكم تشوفوا. لازم خاش نعرفوا بلي حلوة تاع تاع الزيت تلصق. هنايا جبت هذا الكيس تاع الساشية، حطيتها فوق الطابلة باش تعاوني نحل العجنة بالحلال، ونبداو نقطعو بالطوابع اللي بغيتو، اللي اشكال راهم كاين بزاف، كل وحده واش تبغي. نقطعو نستفو في البلا، ومن بعد كي نكمل كاع نقطعهم نجيب هذاك الصفار اللي قلت لكم عليه ندهن به الكاطو، وندير هنا التزيين العادي اللي هو بالسكر في الوسط. كلي يبغي يدير هذيك الحلوة اللي تتباع عند اللي يبيعوا صباح الكاطو، كلي يدير الحلوة تطابع بالكلاصاج. راح كاش نهار نديرها لكم بالكلاصاج. اليوم درت حلوة سهلة زعما تاع بكري غير بالسكر. هنايا نبقى ندير غير في الوسط، والفرن راه مسخن من قبل على درجة 180. ندخلوهم يطيبوا حتى نشوفوا الكاطو احمر ويخرجوا بزاف خفاف. وهذه هي في الأخير. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم وجربتوها وتنجح معكم من أول مرة.
كما شفتوا سهلة وبمقادير بسيطة، وتطلع بزاف قلت لكم خفيفة كما راكم تشوفوا. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. قولوا لي في التعليقات رأيكم، إذا عندكم أي سؤال ولا اقتراح وصفة نبغي نسمعكم. خليكم في رعاية الله ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.